مرحبا بكم جميعا في قناة باكالوريا لنحقق النجاح. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. قصتنا اليوم ستتمحور حول مادة الفلسفة، وما زلنا مستمرين في مجال أو موضوع الوضع البشري، خاصة في محور جديد، أو بالأحرى في مفهوم جديد المعنون بالتاريخ. مفهوم التاريخ، يعني هذا المفهوم حتى هو جزء لا يتجزأ من الوضع البشري والأساسي من خلال هذه المادة بصفة عامة. يعني كتقديم عام مفهوم التاريخ، يعني أن هذا المفهوم يحدد المجال الإشكالي لمفهوم التاريخ باعتباره بعد من الأبعاد ديال الوجود البشري، يعني حيث يمكننا نعتبر الإنسان كائن تاريخي بامتياز، ماشي أو ليس فقط لأنه كينخرط في المجرى أو المجرى ديال التاريخ السيرورة ديالو، بل كيجعل من التاريخ واحد الموضوع أو موضوعا بمعرفة موثوقة ومنظمة، يعني الذي يتطلع بذلك إلى معرفة الماضي وفهم منطقه، وكذا دور الإنسان في صناعة التاريخ. إذا بالضبط في هذا المفهوم غنشوفو أول محور اللي هو المعرفة التاريخية. يعني هذا المحور يطرح إشكالات عديدة، أولهما شنو هي الطبيعة ديال المعرفة التاريخية؟ واش هي معرفة علمية أم أنها معرفة سردية فقط؟ يعني ملي تنقولو سردية يعني أدبية. و... والإشكال الثاني عفوا المتعلق ب هل تنتمي هذه المعرفة التاريخية إلى العلم أم إلى الأدب والفن؟ فين يمكننا ندرجوها، واش العلم ولا الأدب والفن؟ والسؤال الأخير اللي هو هل غاية المعرفة التاريخية هي البحث عن الحقيقة الموضوعية، شي حاجة أو علمية موضوعية، ولا خدمة الإيديولوجية، ولا غنسرد داكشي اللي كان في الماضي وصافي؟ داكشي علاش غنشوفو أهم الفلاسفة اللي جاوبونا على هاد الإشكال، وأولهما الموقف الأساسي اللي عندنا في النص أو في المقرر اللي هو بول ريكور. يعني بول ريكور هو تيمشي مع المجرى اللي تيقول أن التاريخ علم وماشي مجرد سرد قصصي، يعني ماشي مجرد حجايات. واضح؟ تيقولك علاش أودا بول ريكور، حيت تيقولك أن المعرفة التاريخية ملي تتأسس على واحد المنهج علمي صارم اللي كيبدا بالملاحظات ثم الانطلاق من الفرضية. يعني الانطلاق من الفرضية راه واحد الإنشاء عقلي كيهدف إلى ماذا؟ باش يلقى لنا الواقعة التاريخية، باش يلقاها من خلال النقد اللي كيكشف لنا التزوير والتغليط. واضح؟ وكل ذلك من أجل بلوغ الموضوعية، يعني كل ذلك باش نوصلوا لواحد الهدف النهائي. يعني ملي تنقولوا الموضوعية يعني الابتعاد عن الذاتية. واضح؟ يعني الموقف ديال بول ريكور راه واضح، هو تيمشي مع المجرى اللي تيقول أن التاريخ علم ماشي آداب ولا حجايات ولا قصص. تيقول لك ملي تتأسس المعرفة التاريخية، وفي نفس السياق شنقصدو بالمعرفة التاريخية؟ هي ديك المعرفة العلمية اللي كتخص الماضي ديال الإنسان وكتقوم على منهج علمي دقيق. ملي تنقولو المنهج راه هو داك الطريق الواضح، يعني اللي كيتحدد بجملة من الخطوات العقلية أو العملية اللي كنتبعوها من أجل بلوغ هدف محدد. واضح؟ يعني هادشي بخلاصة مفهوم أو عفوا الموقف ديال بول ريكور. يعني إلا بول ريكور تيقولك أن التاريخ علم،
غنشوفو عاوتاني الشق الثاني اشنو تيقولو هما، وغنشوفو الموقف ديال ارون. يعني الموقف ديال ارون علاش اختاريتو، حيت هو تيكون سهل، وايضا تيكون قريب بزاف ديال الامتحانات اللي تيتعطاو في التاريخ. واضح، يعني كيأكد ارون ان التاريخ علم دائم على دراسة الوثائق والآثار. تيقول لك أن التاريخ راه بصح علم، باش لأنه كيقوم على واحد الدراسة ديال الوثائق والآثار من أجل إعادة بناء ما كان ولم يعد، يعني شي حاجة نبنيوها من جديد ولكن اللي ما بقاش. ولكن تيقول لك أن هاد العملية راه صعيبة، يعني حيت تتطلب بزاف ديال المجهود. علاش اودي ارون؟ تيقول لك كاينه قله ديال الوثائق التاريخيه والغياب ديال المعرفه التاريخيه، حيت الا تلاحظوا في الاصل اغلب المواضيع التاريخيه اللي تتكون عندنا الا قلبنا فيها تلقاو الوثائق الاثريه او الاثار الوثائق تكون منعدمه. واضح، يعني مكايناش شي وثيقه اللي يمكننا اننا توصلنا لهذا الموضوع هي اللي قال بوريكو. ما علينا، يعني تيقول لك والغياب ديال المعرفة التلقائية نمتلك التي نمتلكها عن الحاضر عندما يتعلق الأمر بالماضي. يعني حتى هذيك المعرفة اللي تتكون عندنا دابا في هاد الوقيتة راه ما تتكونش، يعني ما تتكونش أصلا، باش نعرفوا ما يسمى ب الأمر بالماضي. يعني إلا بغينا مثلا نحددو الأطروحة ديال الموقف الأول اللي هو ديال بول ريكو، اش غنقولو؟ يعني أن يتبين أنه تتجلى الأطروحة ديال ريكو في تأكيدها أولا على دور ديال المنهج العلمي في البناء ديال الواقعة التاريخية، وأيضا على دور ديال التوثيق، حاجة موثقة يعني مكتوبة كشرط لا محيدة عنه باش نبلغو ديك الموضوعية، واللي يقولوا الموضوعية في العلوم الإنسانية بصفة عامة والتاريخ بصفة خاصة. يعني بالنسبة لهاد الموضوعية غنشوفوها إن شاء الله في المحور ديال العلوم الإنسانية، ملي غنوصلو لمجزوءات المعرفة إن شاء الله. يعني ولكن بالنسبة للحدود تنقولو أنه راه يصعب المؤرخ نقصيوه، هو الإيديولوجيات ديالو. يعني كيفاش يصعب للمؤرخ أننا نقصيوه؟ يعني هذاك اللي تيكتب في التاريخ صعيب أننا نقصيوه، هو وداك الشيء اللي عارف أصلا اللي تيعاود ميمكنش. ومن ثمة أو ومن ذلك التاريخ ليس علم بقدر ما هو عمل روائي أو فني أدبي. يعني هاد المقولة ديال التاريخ ليس علما بقدر ما هو عمل روائي أو فني أدبي بتعبير ديال غرانجي، الفيلسوف غرانجي تا هو. واضح، يعني كخاتمة عامة تلاحظوا أن المعرفة التاريخية ماشي مجرد سرد قصصي للوقائع الماضية، بل هي ديك المعرفة اللي كتعتمد على منهجية دقيقة ومحددة. ولكن هذه المعرفة تظل بذلك صعبة ونسبية، حيث الظاهرة التاريخية أو ظاهرة أو يمكن اعتبارها ظاهرة إنسانية، فهي كتنتمي إلى الماضي وتتأثر برؤية المؤرخ والأيديولوجيات ديالو. إذن فهي تتكون مرتبطة بين الأدب والعلوم. واضح، يعني هادشي اللي بغاو يوصلونا الفلاسفة، وكملخص عام لأهم المواقف اللي كاينة عندنا. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية هذا المحور المتعلق بالمعرفة التاريخية. أتمنى أنكم فهمتوا واستوعبتوا هادشي اللي شرحت، يعني واللي ما فهمش شي سؤال
يطرحوا في التعاليق، راه تنجاوب كلشي. ودايما كما تنقول الخاص مفتوح للجميع. وما تنساوش انكم طاقيو صحابكم وتبارطاجيو اللايف باش تعم الفائدة ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. نتمنى لكم أمسية طيبة وشكرا لكم. وما تنساوش تفاعلوا باش الفيديو يوصل لأكبر عدد ديال التلاميذ باش كلشي يستافد.